النهارده انا في واحد من اجمل واقدم الشوارع اللي موجوده في القاهره. اهلا بيك من شارع المعز، بحييك. اللي ورايا ده السبيل والكتاب بتاع سليمان اغا السلحدار، ده بيرجع للعصر العثماني بتاع محمد علي، فتره محمد علي. سليمان اغا السلحدار اسمه السلحدار، السلاح دار، يعني السلاح اللي هو دار السلاح او المسؤول عن الاسلحه في عصر محمد علي. وبنعرف ان هو عثماني من المأذنه. بصوا المأذنه اللي فوق دي، تحس ان هي شبه القلم الرصاص المبري، فهي اي حاجه شبه القلم الرصاص بتاخد الشكل ده. بنعرف ان هي على طول عثمانيه. ومن الحاجات اللي بتميز السبيل ده ان احنا نلاقي الكتابات اللي مكتوبه فوق دي كتابات عثمانيه زي ما كانت موجوده في الفيديو بتاع رشيد. الكتابه هي كتابه تركيه ولكن بالخط العربي، فبيسموها الكتابه العثمانيه. انا هنا في شارع المعز. وشارع المعز بيتميز ان هو يعني متحف مفتوح للآثار الإسلامية، مش بس في القاهرة ولكن في العالم كله. هنا هتلاقي آثار فاطمية، مملوكية، عثمانية، كل حاجة. وكل فترة من الفترات التاريخ الإسلامي كان لازم يجي حد ويضيف هنا في شارع المعز أثر. مفيش الا محمد هو اللي بيعمله. من الحاجات الجميلة هنا وانت ماشي هتلاقي طبعا جوامع، هتلاقي آثار. فعندنا الجامع اللي ورانا ده هو الجامع الأقمر، واحد من أقدم الجوامع الفاطمية، واللي بيتميز بالواجهة بتاعته من بره. يعني الواجهة بتاعت الجامع من بره مختلفة عن زاوية الجامع من جوه. ان هو ليه قصه كمان، ان جوهر الصقلي لما جه ودخل مصر وقف في الجيش بتاعه هنا. والمقريزي حكى عن الجامع ده حاجه، هو قال ان الجامع ده كان جزء من دير قديم كان موجود وكان بعد كده اتهجر. ده اللي قاله المقريزي. وبعد كده لما جم الفاطميين بنوه على اساس ان هو الجامع الاقمر. لك انت تتخيل تبقى ماشي في شارع تاريخه يرجع مثلا اكتر من 1000 سنه، اتكلم في 1076 سنه ولا حاجه. هو كده بوازوله. ده سبيل عبد الرحمن كتغدة، سبيل عثماني من تحت ومن فوق الكتاب بتاعه. والسبيل هو المكان اللي كانوا بيجيبوا فيه الميه عشان الناس تشرب، لان زمان ما كانش فيه حنفيات في البيوت، فاهم؟ فكانوا السقا بيجي يشيل القربة يحطها في السبيل والناس تشرب، وكان بيبقى لله. ده واحد من الأزبلة اللي موجودة هنا في شارع المعز. بص بقى المنظر ده. اللي ورايا هنا ده بقى حمام السلطان إيمنال، حمام مملوكي. الحمامات زمان اللي هو الحمام اللي الناس كانت بتروح تستحمى فيه، يعني مش بمعنى الحمام النهارده، ولكن زي نقدر نقول عليه الساونا، جاكوزي، سبا، حاجه كده يعني. وكان بيبقى فيه يوم مخصص للسيدات، حمام التلات. وهنا اتقال عن الموضوع ده مثل بتاع اللي اختشوا ماتوا، طلع من الحمام ده. ليه؟ لان كان يوم التلات هو كان يوم مخصص للسيدات. قامت حريقه جوه الحمام، فالستات جوه خافوا يطلعوا طبعا عشان هدومهم مش لابسينها، فالسيدات اللي ما خرجوش ماتوا جوه. فطلع من هنا مثل اللي اختشوا ماتوا، او الناس اللي اتكسفت تطلع الشارع وفضلوا في الحريقه جوه ماتوا. فهو ده المثل. يعني طول ما انت ماشي في شارع المعز هتلاقي مباني طلع منها امثله وطلع منها حاجات كتير قوي، منها حمام السلطان إيمنال. الاجواء في شارع المعز بالنهار بالذات جميله جدا، اجمل بكتير طبعا من ان انت تيجي بالليل. بالليل بيبقى
الدنيا بتبقى صاخبه اكتر، فده مود وده مود. بس انت لو عايز تيجي تخش الاماكن وتتفرج عليها وتستمتع بيها، انصحك طبعا ان انت تيجي بالنهار لغايه الساعه 4. والتيكت بتاعتها مش غاليه يعني بالنسبه للمصريين والاجانب كمان. الموضوع يعني يستاهل ان انت تيجي وتخش وتتفرج على الاثار بتاعتنا في شارع المعز. المدرسة اللي ورايا دي واحدة من أجمل المدارس اللي أنت ممكن تشوف فيها سقف في حياتك. السقف بتاعها مصنوع من الخشب وعليه نقوش ذهبية بتاعت السلطان الظاهر برقوق، وهو واحد من أجمل السلاطين المماليك اللي بدأ عصر تاني للمماليك، المماليك الجراكسة اللي هم بقى كان معاهم فلوس وهيبدأوا عصر جديد خالص. دي المدرسة بتاعته على فكرة، دي اللي اتصور فيها مسلسل الحشاشين بتاع كريم عبد العزيز لما كان داخل يقابل المستنصر بالله، اتصور جوه المكان ده، ولغايه النهارده بيتصور فيه يعني حاجات كده. انا مش معايا وقت كتير النهارده فمش هخش جوه الاماكن، يعني انا جاي بس عشان افرجكم على شارع المعز نفسه. اللي ورايا ده مدرسه الناصر محمد بن قلاوون، وليه قصه طويله قوي في التاريخ. ازاي الراجل ده قدر يحكم تقريبا 3 مرات، يعني كان كل ما يحكم يشيلوه ويرجعوه تاني، يشيلوه ويرجعوه تاني. والمصريين كانوا بيحبوه جدا على فكره. ومكانه هنا لان اللي وراه على طول اللي قبله هو السلطان قلاوون اللي اسس حكم ليه ولاولاده تقريبا 100 سنه، وهو فاتح عكا. هنا موجود مكانه اللي ورايا ده. اللي ورايا هناك ده بقى سبيل برضه، بس اللي بناه محمد علي باشا، وده سبيل محمد علي في النحاسين، عشان المنطقه دي كان اسمها النحاسين زمان. محمد علي كان عنده ابن اسمه توسن او كوسن، مات في الحرب او مات بالطاعون، اختلفت الروايات في القصه دي، ولكن لما ابنه مات هو حزن عليه، خصوصا ان ابنه كان سنه صغير، كان عنده حاجه و20 سنه. فبعد ما مات كان افضل عمل خير ممكن يعمله له كان ايه؟ ان هو يبني له السبيل. فبنى له السبيل ده، وبنى له سبيل تاني في منطقه العقادين اللي في الغوريه، نبقى نروحها في يوم تاني او في فيديو تاني. ولكن ده بتاع محمد علي في النحاسين، وان هو بيبقى من تحت في غرفه الصهريج اللي بتحط فيها الميه، وبعد كده الشبابيك دي اللي بيبقى فيها واحد اسمه المسبلاتي اللي بيحط الميه للناس عشان تشرب وبس. وجنبها هناك هنا مدرسه دي اسمها دلوقتي متحف النسيج، وهي مقفوله عشان بتترمم، ولكن دي كانت مدرسه اصلا كان الناس بيتعلموا فيها. وبيقال ان عبد الناصر كان من خريجين المدرسه دي، ان هو كان بيبني السبيل جنبه مدرسه. او لحد ما نلاقي فرصه. انا جد اللي ورايا هناك ده بقى السلطان المنصور قلاوون، اجمل قبه ضريحيه في العالم. اليونسكو بيقول ان هي الثانيه، بس انا بالنسبه لي هي الاولى. واحده من اجمل القباب اللي لو دخلت جوه هتشوف عناصر مختلفه زخرفيه، حاجه كده تحفه موجوده جواها. منصور قلاوون هو فاتح عكا وعمل حاجات كتير جدا، من ضمنها البيمارستان القلاووني، اول مستشفى لعلاج الناس بالمجان هنا، واللي كان فيها جزء من علاج الناس المرضى النفسيين، كانش فيه حاجه قبل كده موجوده. ده يدل على قد ايه كان المماليك كانوا بيهتموا بكل تفاصيل صغيره، وان الحضاره الاسلاميه في العصور الوسطى كانت كبيره جدا وقويه، وكانت واصله لمرحله مش عند اي حد تاني في العالم. شايف الكتابات اللي مكتوبه على الضريح من بره دي الالقاب بتاعه السلطان المنصور قلاوون، كاتبها حوالين على الضريح بتاعه من بره. طبعا نقاشات كتير زخرفيه، وفيها ايات قرانيه، وفيها حاجات جميله جدا جدا جدا. تعالوا نكمل شارع المعز لغايه اخره، نشوف هيوصلنا لغايه فين.
انت بتيجي مكتب التذاكر ده بتقطع تذكره واحده لمعظم الاماكن، في كذا نوع كذا تذكره. في اماكن بتدخلك البيوت بيت السحيمي، في اماكن بتدخلك مزارات الشارع، في تذكره بتدخلك لغايه السور الشمالي اللي هنبقى نصوره في فيديو تاني لوحده. دي كده المزارات بتاعت شارع المعز، وتقريبا احنا كده يعني خلصنا الجزء المهم فيه اللي مليان اثار. هنطلع بقى على الجزء بتاع الصاغه. بس قبل ما نطلع الصاغه خليني كده اوريك هنا البيمارستان اللي هو دلوقتي لسه مستشفى اهو. هي دلوقتي مستشفى رمض، ولكن هي كانت زمان موجودة على فكرة. انت لما تيجي تزور جوه عند القبة هتلاقي كانت بتترمم، معرفش خلصت ولا لا، هتشوف الجزء اللي كان معمول مستشفى موجود، يعني ليه اثاره باقية والحجرات. ومن ضمن الناس اللي درست في المدرسة دي كان ابن النفيس، يعني من ضمن الناس اللي كانت مديرين في المدرسة دي. طب ماشي، خد اقول لك على حاجه. والمآذن يعني ذكر لنا دكاترة العمارة ان المآذن في مصر الفاطمية والمملوكية ما كانتش بتستخدم بس فقط للأذان، ولكن مأذنة زي الفوقية دي كان بيوضع فيها البخور، يا اما ايام الجمعة يا اما ايام الاعياد يا اما كل يوم، علشان ريحة القاهرة مدينة تكون حلوة، اللي هي كان فيها الشارع الاساسي اللي انا ماشي فيه ده. ويجي واحد يقول لي هو ليه الشارع ضيق، ليه الشارع صغير؟ لان زمان ما كانش فيه عربيات، فكانوا بيجيبوا جمل يحطوا عليه الهودج ويمشوه يرسموا عليه الشارع. طب عايزين شارع اكبر شويه او اوسع، هنجيب جملين نحطهم جنب بعض ونعمل الايه الشارع. وانت ماشي هنا هتلاقي بقى ناس كتير بتبيع حاجات قديمه، نحاس، ذهب، انتيكات طبعا. في قدام لسه خان الخليلي ورا. خان الخليلي ده حوار لوحده، محتاج يوم لوحده يتصور علشان نعرف نظهر جماله وجمال خان الخليلي كان عامل ازاي وكان اصله ايه وجه منين وكده. ولكن خلينا دلوقتي في المعز. بس كلهم برضو كانوا بيضحكوا. ورايا كده مجموعة السلطان قلاوون والقبة بتاعته. في الوش بقى هنطلع على بوابة بيت القاضي، والمكان اللي متسمى بوابة بيت القاضي. ليه اسمه كده؟ لأن أيام العثمانيين حولوا المكان ده إن القاضي أو شيخ المشايخ كان بيجي، اللي هو شيخ المسلمين أو شيخ الإسلام، كان بيجي هنا في المكان اللي أنا هوريه لكم دلوقتي ويبدأ يحكم على الناس. وكان في حتى بيقولوا جوه غرفة للإعدام. اللي ورايا ده مقعد ماماي السيفي، واحد من كبار الأمراء المماليك اللي بنى لنفسه مقعد هنا اللي كان بيقابل فيه الناس. وبعد كده هيتحول لبيت القاضي أو المكان اللي شيخ الإسلام هيقعد فيه أو القاضي علشان يحكم على الناس. وبيقال إن جوه هنا كان في غرفة للإعدام، أنا ما شفتهاش بصراحة. تحس إنك داخل قلعة من الباب، باب من الأبواب بتاعة القاهرة الفاطمية البلدي. طبعا احنا اتكلمنا النهارده بس عن اهم الاماكن اللي انت ممكن هتيجي تشوفها في شارع المعز والاتموسفير بتاعه، ولكن الموضوع يطول شرحه اكتر من كده بكتير قوي. لو هتيجي نشرح عن كل حاجه وهنتكلم عن كل اثر وعن القاهره اتبنت ازاي واتعملت ازاي، ولكن دي كانت اهم الحاجات اللي احنا كنا ممكن نشوفها هنا في شارع المعز. انا دلوقتي طلعت من بوابه بيت القاضي في طريقي الى جامع سيدنا الحسين، واللي هنا ده خان جعفر.
فاللي ورايا ده خان جعفر اللي بتشوفوا الصور بتاعته كتير. وبس وكده هنطلع على جامع سيدنا الحسين كده. الجمالية دي كلها القاهرة الفاطمية القديمة. اظن كده الفيديو خلص، يعني مفيش حاجة تانية هنعملها النهاردة. اشوفكم الفيديو الجاي. سلام. وعلى صدق الرسول صلى الله عليه وسلم.